خلينا نرجع بالزمن لأكثر من 1500 سنة، أيام الصحابة. في صحابة اسمه مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان من أغنى أغنياء قريش، وكان مدلل، وكان بيلبس أحسن لبس وأغلى العطور، وكانت أمه من أغنى نساء قريش. بس لما أسلم اتحرم من ده كله. أمه حبسته، منعت عنه الفلوس، وساب حاجات كتير جدا في الدنيا، وعاش بقى حياته فقير. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يكون أول سفير في الإسلام ويروح المدينة المنورة. مصعب بن عمير رضي الله عنه ما كانش بتاع ترندات زي اللي في زماننا دلوقتي، وما كانش معاه وسائل دعوية، وما كانش معاه جيش يحميه، ولكن كان معاه 3 حاجات لو قاعدين معاك هيفرقوا معاك جدا: الصدق، وتتعب، وتكون بتسعى بجد. بسبب مصعب بن عمير رضي الله عنه دخل الإسلام جيود كاملة في المدينة المنورة. بعد سنين في غزوة أحد حصل موقف يقشعر